صحة رمضانكم ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة. جبت لك اليوم هذه التحلية تقولي عليها تشيز كيك من خفتها وحلاوتها المتوازنة، وحتى جينواز ولا كرام يكونوا متوازنين. حاجة بزاف بنينة وكلاس تقدميها العيلة تاعك. عندنا هنا نحتاج 4 بيض، كاس غلا ربع سكر، كاس تاع الفارينة نقصت منهم غرفة وعوضتها كاكاو. نفصلوا الصفار على البيض اولا ونضيف معاهم قرصة تاع الملح ونطلعوا اوناج، نطلعوا ملح باش نبدا نضيف له هذاك الكاس غربة تاع السكر حتى ترجع لي موغانغ. كي نقلب الطاسة ما تطيحليش تولي لي شاده روحها. في هذاك الاثناء نضيف عليها الصفار البيض تاعي على خطره ونكمل نضرب هذاك الصفار مع لا موغينغ. وما تخافيش ما راهيش راح تطيح لك، تبقى لك هايله وشاده روحها. فهاد الاثناء نجيب الصفايه تاعي نبدا نغربل هذاك الفارينه والكاكاو. بصح ما نستعملش هاد لاماريز، نستعمل الفوي راح يجيني اسهل ونضمن لا جينواز تاعي ما راهيش رايحه تطيح لي. نبدا ندخلها غير بالعقل هكا بهدوء حتى نكمل كامل الفارينه تاعي. بالنسبة لدرجة الحرارة راح نطيبوها على 160 درجة، يعني درجة حرارة متوسطة كيما طيب المسكوتشو سوا ونخلوها تحكم لنا بين 35 دقيقة حتى 40 دقيقة فقط. ونخرجوها قيسيها بالبيك قبل في الوسط، شوفيها اذا كانت نشفت ومن بعد خلاص نحوها. أنا شوفوا انا درتها هنا في المول تاع 35 على 10 سنتيم، المول الاسطوري راهو معروف اكيد. انا رايحه نخرج 2 تحليات. اذا كنتي حابه تخرجي تحليه واحده فقط استعملي نصف المقادير، يعني تستعملي 2 بيضات فقط وتقسمي كل حاجه على نصف في المكونات اللي عطيتهم لك في الاول. كما راكم تشوفوا نساويوها، لازم نساويوها حتى كي تدخل الطيب ما تطلعليش جهه وجهه تجيني هابطه. نجيب الكردون كما راكم تشوفوا هو اللي يضمن لي اني لا جينواز تاعي يجيني مستويه، ما تطلعليش جهه وتهبط لي جهه. هنايا بعد ما طابت شوفوا كيفاش طابت وبردت بسم الله ما شاء الله عليها. هاد لا جينواز تصلح حتى في اللاير كيك، يعني ماشي غير في التحليات. وتكوني بدلتي شويه تانيك على الكاطو، دائما نستعملوا الكاطو في التحليه. نديرو جينواز وكامل نحبوا لا جينواز وتخرج ما شاء الله عليها. كيما راكم تشوفوا هكا نروحوا دوكا نحضروا الكريمه تاعنا اللي ننصحك تجربيها لانه قاومها وبنتها بزاف بزاف بنينه. عندي كاس ونصف تاع لا شونتيي مع كاس ونص تاع الماء، تقدري هاد الماء تعوضيه بالحليب، وزوج ملاعق كبار فلان شوكولا، ووحده ياغورت طبيعي كما راكم تشوفوا. هاد ياغورت الطبيعي يعطي له واحد التوازن، واحد الكريميه هكا هايله. وهنا درت ملعقه كبيره من الجبن تاع المالح هذاك اللي نستعملوه، ولا استعملوا مثلثات، استعملي 3 مثلثات. ونبدا نضرب الكريمه تاعي هنا حتى تعقد لي مليح، ماشي جست تشد روحها وصاي، خليها تشد روحها مليح حتى تاخذ معك الوقت بالتقريب واحد 4 دقائق 5 دقائق باش كي نقطع الكيك تاعي هذا التحليه تاعي ما تجينيش سايله، تجيني شاده روحها وبنينه، ماشي ليا كل حاجه تجيه سايله. فوالا دوكا نروحوا طريقه التشراب تاعنا. عندي هنا ميم با كاس تاع الحليب، زدت معاهم غرفه واحده تاع لافانيوم، غرفه واحده صغيره كيما راكم تشوفوا تاع السكر كلاص باش نشربها ما تجينيش صامطه هذيك التشريبه. نبدا نشرب لا جينواز تاعي هذيك اللي كنت حضرتها معكم، ولا درتي الكاطو غمسي الكاطو هكا في شويه حليب ولا فاني، شربهم في زوج كيما راكم تشوفوا لي جينواز تاعي. ومن بعد نروح نحكم الكريمه تاعي باش نسهل الخدمه عليا، نعمرها في بوشادوي ونخدم طبقه الاولى تكون طبقه غير رقيقه، غير طبقه رقيقه لاني انا حبيت نحط فيها شويه بنان في الوسط. سينو ما حبيتيش تحطي لها حشوه تعمريها الكريمه ديريكتومون على خضره. كيما راكي تشوفي معايا الطبقه التحتانيه هذه الطبقه رقيقه نساويها مليح، ما نخليش جهه طالعه جهه هابطه باش خدمتك تجي فيني وتجي شابه. نجيب قطع من الموز هذوما ونستفهم عشوائي، ماشي لازم بطريقه خاصه. ولا حبيتي هنا تزيدي معاهم شويه كراميل في الوسط، شويه جوز، لكن الاختيار بلاصه لافراز ديري بلاصه الموز ديري لافراز على حسب واش عندك. دوكا ديك نكمل نعمر الطبقه الثانيه اللي درناها ونخلي بلاصه شويه للفوق. يعني دوكا كي نساوي هذه نحاول نخلي مساحه تاع واحد 2 ملم هكا باش كي نحط شوكولا تختيني من الفوق كتزيين تجيني شابه عندها مكانها ما تسيحليش.
ونقدروا مكان شوكولاته تختيني باش نعوضوها غير بالكاكاو. دوك تشوفوا كيفاش. هنا شوكولاته تختيني كنت جريتها بالزيت باش تمشي لي وتعطي لي طبقه شابه من الفوق وملساء، يعني ما تقلقنيش كي يكون نساوي فيها. دوكا باش تتساوالي سقمها بالمغرفه، ومن بعد واش ندير، نولي نرفد هذاك المول تاعي ونخبطو هكايا، راح تسقم روحها وحدها تولي ليك ليس من الفوق. قلت لك ما حبيتيش ديري هذه الطريقه تاع شوكولاته تختيني، ما عندكش رشي غير بالكاكاو من الفوق وتجي شابه هايله. انا هنا كتزيين فقط حبيت ندير لها نص تاع كاكاو هكا، ومن جهه نحط الفواكه واش عندي، يولي الديكور ليك انتي على حسب واش عندك في الدار. تقدري غير ديري لها غير شويه شوكولا بيضه هكا تخططيها، ولا بلاصه شوكولا ديري كراميل، حاجه بزاف شابه. المهم الكريمه بنينه واللي ياكلها يفرح بها وتعجبه. هذه هي، تحطي حاجه انتي فرحانه بها. داكوغ. دوك هذيك انا نجيب هنا قطع من الفراوله، حندير معكم زوج تزيينات. هذه الطريقه الاولى، ديري في بالك بليك زعما كل فراز راح تروح معها مرصو، كل فراز راح مع مرصو تجي شابه هكا باش كل واحد ياكل الحبه تاع الفراس تاعو. وهنا حبيت نديرها بهذه الطريقه، شغل ضفيره، قسمت الحبه تاع الفراس قسمتها على 4 ونشكلها كيما راكو تشوفوا. هاد التحليه يا خياتي كي نقول لك قنبله في البنه وفي الخفه تاعها، حلاوتها متوازنه بالبزاف وتبان تحليه بزاف راقيه كيما راكو تشوفوا. خليها تبرد مليح وقدميها. نسيت ما قلتلكش بلي قبل ما نديرو شوكولاته تختيني لازم تكون بردت مليح هذيك الطبقه الثانيه باش تروحي ديريها شوكولاته تختيني. ودوكا نروحو نقطعوها وشوفوا لي كيفاش تجي متوازنه من ناحيه لاجينواز. ما تاكليش لا كريم بزاف وحدها باسكو تقهم. تاكلي جينواز ولا تاكلي غاطو، حتى وكان ديري غاطو ديري طبقه مليحه ماشي رقيقه باش ما تغلبش هذيك الحلاوه، هذيك لا كريم عفوا تاع الحلاوه هذيك. هذه هي القطعه، كل واحد تحطي له قطعه تاعو هكا بزاف شابه وبنينه. ان شاء الله تكون عجباتك التحليه تاع اليوم وتجربيها وخلي لي رايك في التعليقات. نتمنى انك تكوني مشتركه في القناه، واذا كنت جديده معنا نتمنى انك تشتركي وتفعلي الجرس حتى يوصلك الوصفات القادمه ان شاء الله.